السلام عليكم. فيديو النهاردة سبب فيه أحد المشتركين على القناة، كان طلب مني بيوضح لي في عربيته الشخصية إن في زيت على وش المكنة بتاعته من فوق أسلاك البوجيهات في المكان اللي أنا هوضحه بالتحديد وبعملك عليه زوم إن. ده المكان ده كان فيه زيت في العربية، فبيقول لي المكان ده بيبخر عنده زيت أو بيرشح عنده زيت، فده بيكون السبب بتاعه ان الغطا الفبر بلاستيك ده تحتيه جوان. الجوان ده كاوتش بينشف مع مرور الوقت ومع سخونية وحرارة الموتور، فبالتالي المفروض بنحل الأربع مسامير اللي هم العشرة دول وبتغير الجوان. طبعا الجوان هو مش غالي اصلا، ده ب100 جنيه بس، بتحمي وش المكنه من الحراره والزيوت ونقص الزيت. ادي الجوان بيجي بالشكل ده في الكيس اللي قدامك دوت، ايا كان نوعه، انا ما بحددش انواع، كل واحد حر يجيب النوع اللي يريحه. بس طبعا كل ما كان الجوان نظيف بيبقى عمره اطول. هنبدأ نفك المسامير، نهوي هم 8 مسامير يمين وشمال، نهويهم كلهم الأول وبعد كده نبقى نفك فك نهائي زي ما حضرتك شايف. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسناش بالدعم والسبسكرايب واللايك وتعمل شير للفيديو. هنبدأ نهويهم، وطبعا هم ما بيبقوش مربوطين جامد لأن في الأول وفي الآخر مربوطين على غطا فبر. حتى الربط بتاعهم بعد التقفيل بيبقى ربط حنين مش ربط عافية. بعد كده هنفك خرطوم الهواء او البخار الزيت اللي رايح للبوابة. طبعا الخرطوم ده بيبقى بقفيز بالكلابة او البنسة، هتهوي القفيز وتطلع الخرطوم. يبقى كده فكينا الخرطوم وفكينا ال8 مسامير. هنرفع الغطا لفوق رفعة مظبوطة متساوية، هيطلع في ايدينا الغطا. ده شكل الغطا من الداخل ومن الخارج، وهوريك الجوان مكانه فين. ادي الجوان بكل سهولة هتسحب الجوان لفوق، وبعد كده ننظف الوش مكان الجوان القديم. طبعا الوش ده بيبقى ألمونيوم خفيف، فمش عايزين عافية في نظافته، يعني هو اصلا كده كده بيبقى نظيف، فيدوب احنا بنمسحه من اي اتربة خفيفة بمنديل او بفوطة نظيفة. احنا مش محتاجين اكتر من كده. بعد كده بنخلع الجوان القديم خالص. بص لو تاخد بالك ان الجوان ناشف. هنمسك الوش هنغسله، وده الجوان الجديد، جوان طري مرن. جبنا الوش بعد الغسيل وهنبيت الجوان في الوش زي ما كان. هو ليه اتجاهات وكل حاجة بتركب مكانها، مش هتزولك في حاجة. وبتبيت مكان المسامير، العراوي بتاع المسامير واحدة واحدة. ده من غير ما تروح لميكانيكي ولا اي حاجة، انت هتجيب الجوان من اي حد بتاع قطع غيار وانت تركبه في بيتك. كل اللي هتحتاجه مسمار، مفتاح 10 مش اكتر. طبعا الرباط بيبقى كروسات، يعني الاول يمين مع الشمال العكس بتاعه، واليمين نحادي مع الشمال العكس بتاعه، وبعد كده الاتنين اللي في النص برضو شمال مع يمين وشمال مع يمين. الرباط كله بيبقى كروسات، والسنه اللي بتربطها يمين بتربطها شمال ويمين وشمال ويمين وشمال لحد ما تقفل على الوش، ما بتربطش جنب جنب. الرباط كله بيبقى كروسات. اهم حاجه ان الرباط بيبقى كروسات عشان الوش ينزل معاك مظبوط ويطبع على الوش الالومنيوم. وطبعا الرباط بيكون بحرفية في الايد، يعني مش عافية، انت بتربط يعني بحنية ايدك. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وفادكم، وده كان مقترح من احد الزملاء وطلبه، وانا قررت اعمل له الفيديو وانفعه وانفع غيره. دي طريقة الرباط، يمين في شمال، واللي في النص برضو يمين في شمال، وتشد عليهم
واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش بالدعم واللايك والسبسكرايب. وده الشكل بعد ما قفلنا ودورنا العربية كمان. ده شكل الجوان القديم، وده الشكل بعد التقفيل. أتمنى الفيديو يكون عجبكم.